يعطيكم العافية. اليوم وصفتنا حتكون ألذ وأطيب ساندويش فاهيتا الدجاج، راح نعملها سوا. تعالوا معي نبلش طريقة العمل. بالبداية عندي هون نص كيلو صدر دجاج مقطعته. بالنسبة للبهارات ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة فلفل أبيض، نص ملعقة زنجبيل، ربع ملعقة جوز الطيب، ملعقة صغيرة توم بودرة، نص ملعقة من بابريكا، نص ملعقة كاري، 3 معالق كبار من زيت زيتون، قدر ملعقة ونص من صويا صوص. متابعيني الحلوين، بتمنى تتابعوني على قناة اليوتيوب، تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك للفيديو، تابعوني على حسابي الفيسبوك، على حسابي التيك توك ليصلكم كل وصفاتي. بحرك المكونات كلها مع بعضها، نزل الخليط اللي عملناه فوق الدجاج، خلطهم كلهم مع بعضهم. ضفت لها عصرة حامض نسيت حط لها، ضفتها آخر الشي. حطيت المقلاية على النار، حطيت لها شقفة زبدة لتذوب الزبدة، بنزل بالدجاج. طبعا درجة النار رح تكون متوسطة. رح أقطع الفليفلة، عندي 3 ألوان منه، الأصفر والأحمر والأخضر، رح أقطعهم بهالشكل. بعد ما تحمص الدجاج من تحت رح أقلبهم. بالنسبة للفطر مسحتهم وقطعتهم، وقطعت نص بصلاية، ما بحب كتر البصل. تحمص عندي الصدر صار جاهز، رح نزلها بشيجار. رح حمص البصل، طبعا رح حمصهم شوي، رح خليهم هيك يتكرملوا، رح ضيف لها شوية مي. بعد ما تحمصوا شوي رح نزل بشوية مي. خلصت البصلات، نزلت الفلفل الملون، هاي تحمصوا عندي هيك يدبلوا بنزلهم. تحمصوا عندي رح نزلهم فوق الدجاج. آخر شي بنزل بالفطر، بحمصهم ليدبلوا. طبعا كل ما بحط شي بحط شوية شقفة زبدة. جهزوا عندي، هلا بنزلهم فوق الدجاج. نزلت كل الخضروات فوق الدجاج، هلا بخلطهم كلهم مع بعضهم. آخر شي بحط الذرة، بخلطهم كلهم مع بعضهم. ما شاء الله ريحتهم معباية البيت. بحط خبزة، طبعا الجبنة رح احطها جوات الساندويش، اختياري طبعا. فيكن تعملوه بخبز تورتيه. بحط فايدة فوق الجبنة.